المسقعة الخطيرة الأصلية وصلت. دي الأصلية بقى. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بتنجان مش هقشره، يدوبك بس الحتتين اللي في الجنوب دول بس، وعاوزاه سمكته تخينة عشان يستحمل. قطعنا كده حلو، حتت محترمة حلوة، ونسيب اللي في الجنوب بس عشان ايه الحتت اللي بحملها دي، عشان نعرف هو احمر من الجنوب ولا لا. ونرش بقى عليه الملح عشان ينزل ميته كده وما يشربش زيت. ونقطع احلى حاجة في المسقعة، خديها مني بس كلمة، الطماطم لما تتقطع كده بجد بتفرق جدا في المسقعة دي، غير اللي طبعا عصير الطماطم. كده قطعناها حتت صغننة. بتنجان خلاص نزل ميته كده، رشينا عليه ملح وسيبناه بتاع نص ساعة عشان ما يشربش زيت. قرنين فلفل حامين، فلفل عادي اخضر، كمون، كزبرة، ملح، توم وخل. تعالوا ده بس على النار بقى، بس مش عاوزة زيت غزير، انا عاوزة زيت يا دوبك على قد كده عشان يحمر. اهم حاجة برضو التكة التانية بعد الطماطم انه هو يحمر ياخد اللون ده، بتفرق برضو في الطعم. يبقى عندك تكتين، الطماطم صغنن متقطع من غير خلاط، والبتنجان يحمر كده. سيبك بقى من اللي يقولك حطيه تحت الشواية ودهني زيت وفي الفرن، لا 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 كده، وخلي اللون بتاعه كده. ننزل بقى بالفلفل نشوحه برضو كده، مش اكلات رجيم خالص النهارده. توم بقى في نفس الزيت، ما ياخدش لون، تشويحتين بس كده ريحته تطلع. بعد كده نحط برضو الخل معاه لما ريحتهم يطلع كده تمام، ريحتهم بس تطلع مع بعض. نحط بقى الطماطم والفلفل الحامي. الفلفل بقى الحامي ده بيديها ايه، شطشطة جميلة. كزبرة وكمون وملح فقط لا غير، متحطيش فلفل اسود، ما تحطيش حاجات تانية خالص. دي تالت برضو تك في المسقعة، ملح، كزبرة، كمون فقط لا غير. انا مش عاوزاها تتسبك قوي، نص كده، نص تسبيك. وبعد كده بقى ايه، نرصها، نكون مشغلين الفرن عشان ندخلها على طول تنشف كده وتاخد لون. اسفه، المره اللي فاتت عملت لكم اكل الرجيم وقلت لكم اشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل جديد، انتوا ما اشتركتوش. قلت بقى انا هديكم النهارده اكله تاكلوا صوابعكم وراها عشان تتخنوا وتقلبصوا، عشان انتوا ما عملتوش اشتراك في القناه. زعلانه منكم. كده عملنا بقى رصينا. نحط برضو في الطبقه دي نص كميه الصلصه اللي معانا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات عشان ارضى عليكم المره الجايه. نحط بقى الطبقه التانية. لون البتنجان هنا بجد جميل، تفرق في الطعم جامد. ما تحطيش بطاطس، مش بحب اللي يحط فيها بطاطس، كده هتقلب صينيه بطاطس بصراحه. ولحمه برضو مش بحب، دي الاصليه بجد. جربيها على ضمانتي، وخلي بالك من التكات اللي قلتها، وفعلا هتعجبك وانا واثقه من كده. جميله. عاوزه بقى البطاطس حمريها جنبها، نحطها في الفرن. نشفت بقى وبقت جميله، الله عليها وعلى ريحتها. دي فعلا المسقعه الاصليه، جميله. انا هاكل مش هستنى بصراحه. الله، ولا طعمها. لا انا هروح اجيب عيش كده. الله، جميله. الف هنا.